ازيكم عملائنا الكرام. النهارده هنتكلم في موضوع هام جدا اتكلمنا فيه قبل كده، وللاسف الناس ما بتاخدش بالها منه، وهو موضوع الرغوه العاليه. يا جماعه، الرغوه العاليه في مسحوق الغسيل للغساله الفول اوتوماتيك زي ما انتم شايفين كده بجد بجد بيعمل كوارث كوارث كوارث، لدرجه ان ممكن يخلينا نرمي الغساله حرفيا. العميل بعت لي فيديو بالمنظر دوت، ان الرغوه عاليه جدا جوه الحله لدرجه انها فايره من درج المسحوق ونازله زي ما انتم شايفين كده من بره. يا ريت انها من بره بس، ده هي نزلت على الموتور كمان من جوه. وزي ما انتم شايفين كده الشرار اللي نازل واللي بيطلع من الموتور من تحت نتيجه نزول الميه على ملفات الموتور. زي ما انتم شايفين كده الموتور عمال يشرس تحت بمعنى الكلمه بيولع نتيجه الميه اللي نازله عليه. وللاسف الميه دي ضربت الكارته وخلت ميزان الميه عامل مشاكل، والغساله واخده امر تشغيل باستمرار. يعني زي ما انتم شايفين في اللقطه دي كده ان العميل طفي الغساله فعلا من زرار الباور، وبرده الغساله الموتور شغال مع نفسه. ليه؟ لان الكارت حصل فيها شورت كهرباء نتيجه ان الموتور نزل عليه ميه عامل قفله، وعلى السلوك بتاعته عامل قفله، وللاسف القفله دي بتضرب على بوردة غسالة زي كده برقم وقدره زائد الموتور. كل ده بسبب نتيجة الرغوة العالية زي ما حضراتكم شايفين كده. يا جماعة لو سمحتوا، المفروض الغسالة الفول اوتوماتيك الرغوة بتاعة المسحوق بتاعها ما لا تتعدى ال5 سنتي في الإزازة. أنا مش هقول نوع مسحوق معين تشتغلوا بيه ولا نوع جل معين تشتغلوا بيه، كل المطلوب اشتغلوا باللي يعجبكم، بس كل المطلوب ان الرغوة لا تتعدى ال5 سنتي في الإزازة. وخصوصا خدوا بالكم لما بتيجي تغسلوا أي لحاف فايبر أو جاكيت فايبر أو ستاير، الحاجات دي كلها بتتسبب في زيادة الرغوة. فالمفروض ان احنا نقلل نسبة المسحوق عن العادي علشان ما يحصلش المنظر اللي انتوا شايفينه ده، ان الموتور يفضل يولع من تحت بالطريقة دي، ولا قدر الله ممكن النار نتيجة قفلة الكهرباء تولع تمسك في الحلة البلاستيك للغسالة وتولع في الغسالة بالكامل. وللأسف حصل ده عند بعض العملاء وربنا ستر. شقق كانت هتضيع بسبب حاجة بسيطة انتوا مش واخدين بالكم منها. المسحوق اللي رغوته عالية يا جماعة دي كارثة، كارثة بتدمر الغسالة حرفيا، وممكن تتسبب في دمار البيت بالكامل لا قدر الله. خدوا بالكم من كمية المسحوق اللي بتستخدموها، خدوا بالكم من نوع المسحوق اللي بتستخدموه، قللوا الكمية لو المسحوق بيعمل رغوة عالية، او حطوا معلقتين ملح طعام كبير على المسحوق علشان يقتل الرغوة شوية. تمام. وخدوا بالكم من موضوع زيادة كمية المسحوق، عشان زي ما انتم شايفين الغسالة كده حرفيا عايزة موتور، عايزة ضفيرة، عايزة كارتة من الآخر. والبودي كمان البارومة بتاكل فيه نتيجة المية اللي بتنزل دي كلها. كل ده بسبب مشكلة الرغوة العالية في المسحوق. لو شايفين ان المعلومة مهمة ومفيدة يا ريت تتابعونا وانتظروا مننا كل جديد من معلومات. تحياتنا ليكم مركز الراعي الصالح مهندس مجدي مكرم 012-2-45-42-034، مهندس أبانوب مجدي 012-2-155-19-77. هسيبكم مع الفيديو الأصلي، شوفوا اللي بيحصل ايه. وانتوا شايفين صوت قفلات الكهرباء نتيجة الموتور اللي نازل عليه مية، وصوت الحلة والصوت العالي في الغسالة. شكرا. بص يا باشمهندس، هو حتى بعد ما طفيت الباور هي لسه شغالة. يعني هو كده انا طفيت الباور خالص، طفيته من هنا وهي لسه شغالة كده اهو. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا
لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.